في نص العشرينات من القرن اللي فات في دولة كمبوديا كان في جوز نمور عايشين في الغابة في سلام، بيلعبوا مع بعض وسط المعابد القديمة. بعيد عنهم خالص كان في مزاد كبير بيتباع فيه سن الفيل الغالي، والناس الكبيرة والأغنياء بيتخانقوا علشان يشتروا الحاجات الثمينة اللي الصيادين جابوها. في آخر القاعة كان في واحد اسمه ايدن بيتفرج على اللي بيحصل بتركيز، ولما حس ان محدش عاجبه سن الفيل اللي هو جايبه المزاد اشار للمقدم بتاع المزاد انه يقلب على الحاجة اللي بعدها. الراجل قام عرض تمثال بوذا من القرن ال13 وقال انه جايبه من جنوب اسيا مباشرة. ايدن ما كانش مهتم بباقي المزاد فكان بيجهز علشان يمشي، بس لما سمع ناس كتير بتزايد على التمثال استغرب ورجع تاني علشان يشوف ايه اللي هيحصل. في كام ثانية التمثال اتباع بمبلغ كبير قوي، والصياد فهم ساعتها ان الحاجات دي ليها قيمة كبيرة، فخطرت في باله فكرة. وبنرجع تاني للغابة، جوز النمور مكملين يومهم مع اشبالهم الصغيرين اللي كانوا بيستكشفوا النهر واهلهم نايمين على الضفة. وهم بيلعبوا لفت نظرهم جوزة هند ناشفة، فبدأوا يلعبوا بيها ودخلوا بيها جوه الغابة أكتر وأكتر. في اللحظة دي الأخين اتقسموا عن بعض، والنمر الصغير وهو بيجري ورا جوز الهند لقى حيوان السمك الصغير. النمر الصغير حب يستكشف الحيوان ده فبدأ يطارده، بس فجأة اتفاجئ بأم سمك اللي خضته وطيرته لفوق الشجرة من الخوف. في ثانية النمر التاني ظهر علشان يحمي أخوه، وأم سمك عرفت إنها مش هتقدر عليهم فاستخبت جوه جحرها. وبكده النمر الصغير نزل من الشجرة من غير ما يحصل له حاجة. وبعد شوية سمعوا صوت صريخ جاي من بعيد فجروا ناحية الجرفة علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. وهم هناك شافوا مجموعة كبيرة من البني آدمين ماشيين في الغابة، والأم حست بوجود المتطفلين دول فجريت علشان تجيب أشبالها ورجعت بيهم على المعبد. وهما بياكلوا جنب أمهم أبوهم طلع على السور علشان يراقب المنطقة وشاف معسكر للصيادين جنبهم بالظبط. تاني يوم أيضا حط شوية ديناميت حوالين تمثال من تماثيل المعبد، والانفجار صح عائلة النمور كلها. بعد ما المبنى الرئيسي اتهد الرجالة بدأوا يجمعوا التماثيل وأجزاء المعبد اللي اتبقت. بس فجأة واحد من كلاب الصيد شم ريحة النمور، الصيادين اتنبهوا وكلهم جريوا علشان يجيبوا أسلحتهم، والأم خافت وخدت واحد من أشبالها ببقها وسابت التاني وراها. النمر الصغير خاف وحاول يمشي وراها، بس أسوار المعبد كانت عالية قوي ومعرفش يوصل لأمه. في نفس الوقت الأب النمر جري من المكان بسرعة، وبعد كام دقيقة من التدوير الصيادين اقتنعوا إنهم فقدوا أثر النمور. في اللحظة دي واحد من الكلاب قدر يلاقي النمر الصغير اللي اتساب ورا وبدأ يمشي ناحيته مع صاحبه، بس قبل ما يقرب منه الصياد اتفاجئ بالأب النمر اللي نط عليه وبدأ يضربه بمخالبه. بعدها على طول أيضا ظهر وبدأ يضرب نار على النمر اللي مات في ساعتها، والنمر الصغير اترعب. النمر الصغير شاف جثة أبوه مرمية على الأرض فراح استخبى تحته، وبعد ما أنقذوا الصياد المصاب القائد أمر إن جثة النمر تتاخد معاهم. قبل ما يمشوا أيضا شاف النمر الصغير مستخبي تحت رجليه فقرر ياخده معاه. طول الطريق النمر الصغير بدأ يثق في الصياد أكتر وحتى سمح له يشرب من زمزميته. بعد كام ساعة الصيادين وقفوا في واحدة من قرى الفلاحين في المنطقة، وشيخ البلد شكرهم علشان خلصوهم من النمر، لأن النمور دي كانت مسؤولة عن كذا هجوم على أهل القرية. بعد شوية الراجل قال إنه فرحان إن الصياد جاب واحد من الأشبال كجايزة إضافية، بس أيضا قطعه وقال إنه مش هياخد النمر الصغير معاه. في اللحظة دي عربية جيش ظهرت في القرية، ولما شاف الضابط فين التماثيل المسروقة من المعبد القديم قرر يقبض على أيدن وياخده معاه في عربيته. الراجل اتفاجئ وفي الآخر ساب النمر الصغير في القرية، ولما حاول يهرب علشان يروح وراه شيخ البلد قبض عليه. قبل ما يمشي الضابط راح لشيخ البلد واداله مبلغ كبير من الفلوس كشكر على إنه بلغ عن التماثيل المسروقة. ولما الليل بدأ يليل الأم النمرة رجعت على جحرها في المعبد القديم، ولما لاحظت إن النمر الذكر والشبل التاني مش موجودين بدأت تدور على باقي عيلتها. في كام دقيقة النمرة وصلت للقرية، ولما سمعت صوت شبلها بيعيط في المبنى بدأت ترد عليه بصوتها. ده نبه شيخ البلد اللي استخدم البوق بتاعه علشان يجمع كل الصيادين في بيوتهم. الرجالة بسرعة مسكوا أسلحتهم ورموا كذا شعلة نار على الأم واضطروها تسيب المنطقة. النمر الصغير كان في حالة غضب فطلع نفسه من بلكونة البرج وفي الآخر وقع في قفص فراخ. تاني يوم النمر الصغير اتاخد بواسطة واحد بيشتري الحيوانات، ولما الأم شافت شبلها محبوس في صندوق العربية اتجننت وجريت ناحيته. وهو شايفها بتقرب النمر الصغير صرخ بيأس وده خلى أمه تغضب أكتر ونطت فوق العربية علشان تنقذه. بس أول ما السواق شاف النمرة في عربيته بدأ يعمل مناورات كتير على الطريق، والحركة دي خلت النمرة تقع على الأرض. ده خلى النمر الصغير ييأس تماما وما بقاش عنده طاقة يكمل المطاردة. والأم النمرة بصت على العربية وهي بتمشي بعيد كانت يأسة لأنها ما قدرتش تنقذ شبلها. بعيد وصل المدير يوجين على سجن المنطقة بتاعته
وكان فرحان لما اكتشف ان الحراس بتوعه قبضوا على ايدن اللي معروف انه شخصية مهمة في مجال الصيد. الراجل قال انه عايز حصة من الكنوز اللي الصياد لقاها، وبعد شوية قال انه عنده طلب مهم. في نفس الوقت النمر الصغير اتاخد على خيمة سيرك كبيرة، والمدير زيربينو سماه كوما وقال انه احدث وحش عنده. الراجل بعدها قدمه لزمايله في الشغل، وصلاح الدين بدأ يضايق الحيوان اللي عضه. الراجل المجنون اتعصب وعاقب النمر الصغير وحبسه في واحد من الأقفاص، والحيوان الصغير لاحظ ان في نمر كبير برضه شكله اتقبض عليه. بعد كام ساعة في الغابة الأم النمرة كانت ماشية في منطقة مع شبلها التاني، وفجأة الصغير اتعلق في واحدة من شبكات الإنذار. ده نبه كل الصيادين وهم حسوا انه ممكن يكونوا في خطر، فالحيوانات هربت. بس في نص الطريق الأم النمرة دست على فخ تاني ووقعت في حفرة عملاقة. النمر الصغير قلق وقرب علشان يحاول يساعد أمه، بس دي كانت فكرة وحشة، وفي الآخر وقع في الحفرة معاها. هما سامعين مجموعة الصيادين بتقرب. الحيوان الصغير استخبى تحت الأنقاض، وفي اللحظة دي أيضا ظهر. هو فهم إنه قبض على حيوان تاني، وطلب من رجالته يقفلوا الحفرة دلوقتي، وراح علشان يقول لنيرة بنت شيخ البلد عن الفتح بتاعه. في نفس الوقت النمور فضلت محبوسة في فخ الصياد. وتاني يوم يوجين وأيضا زارهم ضابط من الإدارة الاستعمارية الفرنسية علشان يصطادوا نمور للتسلية. فالمجموعة طلعت على الفيلة وبدأت تمشي في المنطقة، بس في مكان الفخ الباب نزل بواسطة شخص ما، وده سمح للنمور بالهرب. بسرعة النمرة خدت شبلها على الجحر وطلعت علشان تنتقم من البني ادمين. بس اول ما الضابط الفرنسي شاف النمرة بتقرب ضرب عليها نار اللي وقعت على الارض في ساعتها، والشبل اترعب. بعد ما قضى على النمرة الراجل مشي علشان ياخد صورة مع جثتها، بس اللي ما كانش يعرفوا ان الضربة بتاعته جت في ودن النمرة بس، اللي قامت فجأة وهربت. لما الحراس شافوا رئيسهم وقع على الارض حاولوا يضربوا النار على النمرة، بس محدش فيهم عارف يصيبها. وبعد دقايق ودعوا الضابط الفرنسي اللي امر ان الحيوان يتاخد له في اقرب وقت ممكن. في اللحظه دي يوجين ومراته لاحظوا ان كلبهم الصغير بيتسي اختفى مع راؤول، وبداوا يدوروا عليهم هما الاتنين في حاله يأس. قريب الولد لاحظ انه بيتسي لقى شبل النمر ومستخبي في الجحر، وعلشان يهديه طلب منه ما يخافش لانه مش هيأذيه. بعد شويه راؤول بيلعب في اوضته مع صاحبه الجديد اللي اسمه سانجا، ورحبوا بيه كأحدث فرد في العيلة. في نفس الوقت كوما فضل محبوس في الكوخ، والرجالة بدأوا يزعلوا لما لاحظوا انه بيرفض ياكل. قيصر حس ان النمر الصغير مش كويس فاستخدم ديله علشان يسليه، وده سمح للنمر الصغير انه يبقى متحمس اكتر شوية. بعد كام ساعة سيرك زيربينو بدأ واحد تاني من عروضه، وبعته قيصر علشان يعمل اول فقرة في الليلة. واثناء التحضير صلاح الدين اتكلم مع مرات زيربينو، والاتنين اتفقوا انهم زهقوا من التعامل مع النمر الكبير وخططوا يبيعوه لحد. بس الراجل قال ان بيع الحيوان مش هيكون سهل لان سنه هيخلي اي مشتري يفقد الاهتمام بسهولة. في البيت يوجين اتكلم مع ايضا اثناء العشاء، وراؤول بيلعب مع سانجا تحت الترابيزة. المدير قال انه هيحتاج جلد نمر تاني علشان يهديه للفرنساوي كهدية علشان اللي حصل في رحلة الصيد بتاعته. الراجل كان قلقان بشأن المفاوضات دي. على الرغم من تردده ايضا وافق يجيب حيوان تاني، بس في اللحظة دي الشبل رن جرس الخادم اللي فتح باب غرفة المعيشة وسمح لبيتسي انه يقتحم المكان. بسبب ده سانجا خاف من الحيوان وحاول يطلع على الترابيزة، وده خلى كل حاجة تقع على الارض. تاني يوم ايضا راح لكوخ السيرك، ولما شاف الراجل اللي انقذه كوما فرح. اول ما اتقابل مع صاحبه القديم الصياد فهم ان عنده صحبة جديدة علشان ما يحسش بالوحدة، واستنتج انه هيكون احسن لو فضل مع اعضاء السيرك. وهو بيتفاعل مع الشبل ايضا اتفاجئ بزيربينو وصلاح الدين اللي شرحوا انهم بيدوروا على جلد نمر لازم يتسلم في اسرع وقت. صلاح الدين شاف فرصة فقال انهم يقدروا يوفروا الجلد بسعر عالي، وعلى الرغم من انه عارف ان السعر غلط الصياد وافق وطلب منهم يستخدموا جزء من الفلوس علشان يطعموا الشبل. وبكده قيصر اتقتل بجبن علشان يستخدموا جلده. ودلوقتي بعد ما نجم السيرك الكبير اختفى صلاح الدين نقل كوما للقفص الكبير وقال انه من دلوقتي هيكون النجم الجديد في قصره. الضابط الفرنسي عمل جلسة تصوير مع جلد النمر الجديد بتاعه، بس حس بعدم الرضا لما عرف ان ده مش نفس الحيوان اللي كان بيصطاده في اليوم ده. بعد شوية يوجين عمل اجتماع في مكتبه كالعادة، بس وهو نايم على واحد من رفوف أوضة صاحبه سانجا اتفاجئ ببيتسي اللي بدأ ينبح عليه. فجأة الهيكل اللي الشبل واقف عليه اتكسر، وده خلاه يقع على الأرض واضطر يجري علشان يتجنب انه يتعرض للهجوم من الكلب. المطاردة دي سببت فوضى كبيرة في كل حتة في البيت، ووسط الدمار سانجا جري على البدروم علشان يستخبى، بس بيتسي لقاه بسهولة وهاجمه. المشكلة ان الخناقة دي انتهت بطريقة مأساوية، ولما مرات يوجين جريت على البدروم علشان تهدي الحيوانات اتفاجئت بمنظر مرعب. بيتسي اتقتل بواسطة سانجا
الست خافت من سلوك الحيوانات فأمرت السلطات إنها تاخده من بيتها، وعلى قد ما راؤول حاول يوقفهم المسؤولين زقوا الشبل في عربية وخدوه. بعدين سانجا اتاخد على زنزانة الأمير الفرنسي اللي كان محبوس فيها كذا حيوان كأنهم جوائز للراجل المجنون ده. بعد سنة كوما كبر وبقى نمر كبير، وأعضاء السيرك بدأوا يدربوا الحيوان ده اللي تعاقب بطرق كتيرة لحد ما قطع أوامرهم في الآخر ونط من خلال حلقات النار. فجأة زربينو وصلاح الدين اتفاجئوا بوصول واحد من حراس الأمير الفرنسي اللي كان بينظم مهرجان فيه احتفال هيواجه فيه حيوان شرس في القتال، علشان كده محتاجين منافس علشان يشارك في المبارزة دي. وزربينو رد إنه مقابل مبلغ كويس يقدروا يوفروا حيوان مفترس عظيم علشان يواجه النمر. الأمير في قصره ورى مراته اللياقة الفاخرة الجديدة اللي هيحطها على سانجا اللي هو كمان بقى نمر كبير. وبعد شوية الراجل قعد علشان يتفاعل مع حيوانه لكام دقيقة، بس سانجا ما بقاش خجول زي الأول وتصرف بوحشية، وده خلى الأمير يستسلم عن التفاعل معاه. في يوم الاحتفال يوجين راح المهرجان مع عيلته وكان زربينو بيكس في الحلبة. الزوار قعدوا علشان يتفرجوا على العرض. في نفس الوقت أيضا مشي ناحية القفص واتدمر لما لاحظ إن النمر اللي هيستخدموه في القتال مفيش غيره هو الشبل اللي أنقذه زمان. بعد شوية زربينو وصلاح الدين ظهروا وأمروا الراجل إنه يمشي، بس هو رفض يعمل كده وقال إنه طلب منهم ياخدوا بالهم منه مش يحولوه لشيء للتسلية. أيضا فهم إنه ما عندوش اختيار تاني فخد مفتاح القفص وقال إنه هيدفع أي سعر عايزينه علشان يحرر الحيوان ده. بس صلاح الدين قال إن الراجل مش هيقدر يغطي السعر العالي وندى على مساعدينه علشان يحاصروا الصياد. بعد دقايق احتفال القتال بدأ والموسيقيين بدأوا يعزفوا وسانجا نزل الحلبة. في اللحظة دي أيضا جري على المدرجات وهو مصاب وطلب من نيرة إنها ترافقه علشان يمشوا من المكان ده فورا. راؤول شاف سانجا بيجري في الحلبة فبدأ يزعق ويقول إن ده النمر اللي كان بياخد باله منه لما كان لسه شبل صغير، بس يوجين حاول يخدعه وقال له إن صاحبه القديم اتاخد لحديقة حيوان في بانكوك. بعد شوية كوما اتاخد للحلبة بواسطة صلاح الدين، ولما شاف خصمه على الجانب التاني من النفق خاف ورفض يطلع، بس الحيوان المسكين اتضغط عليه من خلال موظفين السيرك اللي أجبروه على الخروج. وأول ما خصمه ظهر قدامه سانجا هاجمه. النمور اتبادلوا كذا ضربة في الحلبة، بس في خلال ثواني من المعركة سانجا فهم إن ده مفيش غيره هو أخوه وبدأ يفتكر اليوم اللي حماه فيه وهو مستخبي فوق الأشجار. بسبب ده النمور بطلت تهاجم بعضها وبدأت تلعب بحماس وكانوا فرحانين إنهم لقوا بعض بعد مدة طويلة قوي. الحراس اتضايقوا من ده فبدأوا يرموا كذا طوبة على الحيوانات اللي بتحاول تتفاداهم علشان ما تتأذيش. صلاح الدين اتعصب من سلوك كوما فبدأ يضربه بالعصاية بتاعته، بس النمر بسرعة مسك دراعه ببقه وده سبب له إصابات خطيرة. في نفس الوقت زربينو دخل الحلبة علشان يضرب نار على الحيوان المفترس، بس سانجا كان أسرع ونط فوق المدير ودمر جزء من جسمه انتقاما على كل اللي عملوه في أخوه. في اللحظة دي الناس لاحظوا إن بوابات القفص الكبير اتثبت مفتوحة، وبسرعة النمور الأخين جريوا علشان يحرروا نفسهم وده سبب ذعر بين الزوار اللي هربوا بخوف، والنمور هي كمان هربت من مكان الحادث من غير ما يصيبوا حد بأذى. بره سانجا بيجهز علشان يمشي، بس كوما في الآخر دخل قفص السيرك. النمر المسكين اتعود يعمل الرحلة دي كل يوم طول حياته وهو شايف سلوك أخوه. سانجا زقر علشان يجذب انتباهه، وبفضل ده كوما فهم إنه ما بقاش ملك للبني آدمين. بفضل ده النمور مشوا سوا ناحية الغابة وقابلوا نوع من الأتوبيسات شايل كذا حيوان محبوس فوق سطحه. علشان يساعدوهم الاتنين هاجموا العربية سوا وده سبب حادثة بسيطة وسمح للكل انهم يتحرروا، وكانوا البني ادمين مرعوبين. النمور استغلوا فرصتهم فكلوا من الاكل اللي كان بيتنقل، وبعد شوية اتجهوا ناحية المناطق ودمروا كل البيوت والمباني اللي لقوها في طريقهم. وبعد كده سانجا وكوما اتسللوا جوه عربية جزارة علشان يقدروا ياكلوا أكتر، وبعد ما انتقامهم اكتمل رجعوا للغابة. بعد فترة قصيرة هما بيلعبوا من غير انتباه النمور اتفاجئت بكذا طلقة نار وجريوا علشان ما يتصابوش. مع الغروب أيضا وصل لمعسكر ضخم عملوا الجنود والفلاحين من المنطقة، ولما قابل صاحبه يوجين قال إنهم لازم يلاقوا الأخين في أسرع وقت. بعد شوية الراجل قعد جنب راؤول اللي ترجاه انه ما يقضيش على النمور لانهم ما عملوش حاجه تستاهل ده. ايضا رد انه لازم يعمل كده والا سانجا وكوما ممكن يهاجموا ناس ابرياء حوالين القرى. الراجل حس بالحزن لما سمع كده وقال انه عارف ان النمور مش هيأذوا حد وما عندهمش سبب يهاجموا الناس، بس ايضا شرح انهم ما عندهمش طريقه يضمنوا بيها ده، ووعد انه بعد المهمه دي عمره ما هيشتغل صياد تاني وهيرجع البيت علشان يكمل مسيرته ككاتب. تاني يوم سانجا وكوما وصلوا للغرفة ومن بعيد شافوا المعبد اللي كانوا عايشين فيه مع أهلهم زمان. فجأة أيضا ظهر في المشهد مع كل الصيادين التانيين اللي بدأوا حريق كبير حوالين الغابة كلها. ده خوف النمور وهم بيحاولوا يهربوا فيهم انهم محاصرين بالنار. الأخين بيحاولوا يلاقوا طريق للهروب فجروا بيأس في المنطقة، ولما شافوا أهدافهم أيضا أشار للصيادين انهم يستعدوا.
بس قبل ما يتعرضوا للهجوم كوما خطرت في باله فكرة، وهو بيستخدم اللي اتعلمه طول حياته كنمر في السيرك نط من فوق النار. المشهد ده رعب سانجا وهو مصدق انه شاف اخوه بيتقتل بواسطة النار، فبدأ يزقر بذعر. بسرعة كوما رد على زئير النمر ونط رجعله، وده سمح لسانجا انه يهدأ. بعد شوية الأخين قرروا يعملوا القفزة سوا، وفي الآخر قدروا يهربوا من كمين الصياد. أيضا اتفاجئ بالسلوك ده فجري علشان يلاقي يوجين اللي كان بيدور بيأس على ابنه. قريب راؤول لقى جوز النمور وهما بيرتاحوا في منطقة ضحلة من جدول المياه، وأول ما تقابل مع صاحبه القديم سانج قرب منه. الولد حس بالراحة إن الحيوان لسه عايش. الولد طلب منه يكمل حياته من دلوقتي وعمره ما يقرب من البني آدمين تاني لأنهم هيحاولوا يأذوه تاني. راؤول بعدها شال الياقة المرصعة بالجواهر من رقبة صاحبه ورماها بعيد، وده خلى سانجا يشعر بالسلام أكتر. في نفس الوقت أيضا قرب ومعاه مسدسه، بس قبل ما يقدر يضرب النمر اتفاجئ بكوما اللي كان بيتفرج عليه في صمت، وفهم إنه ما بقاش في سبب يكمل كل ده. الراجل نزل مسدسه، وأول ما الحيوان قرب طلب منه السماح على كل اللي سببهوله في حياته. بعد كده أيضا وراؤول بصوا على الأخين وهما بيمشوا في الغابة وسمعوا زئير نمرة تالتة بترد على نداءاتهم. الاتنين اتجهوا ناحية المعبد القديم ولقوا أمهم لسه عايشة ومستنياهم. بعد ما العيلة اتجمعت تاني النمور رجعوا يعيشوا في الغابة العظيمة، وهم عارفين إنهم من دلوقتي هيقدروا يحسوا بالأمان أخيرا في بيتهم. وبكده بيخلص الفيلم. ياريت لو عجبكم ما تنسيش تحط لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد أنا بعمله.